مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ شو الأخبار؟ وأهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة دي جي ليث. اللي ما بيعرفني أنا ليث، وعم قدم سلسلة تعلم برنامج فيرتشوال دي جي من الصفر للاحتراف. صرنا بالحلقة الثالثة من هاي السلسلة، وهي دمج أول أغنيتين مع بعض بشكل احترافي. ما بدنا نطول كتير بالمقدمة، خليكم معنا ننتقل للوجه الرئيسي للبرنامج ونبدأ العمل مباشرة. وهلا حبايب، بعد ما انتقلنا للوجهة الرئيسية للبرنامج رح نبدأ بعملية دمج أول أغنيتين مع بعض بشكل سريع وسلس وسهل للفهم. أول شغلة لما يكون عندنا تركين على الديسك A والديسك B، أول شغلة لازم نعرفها اللي هي البي بي ام أو سرعة الأغنية، الرقم الموجود هون أو الموجود بالأعلى. أول شغلة لازم نختار تركين يكونوا سلسين، سهلين، معروفين، وبنفس الوقت تسجيلهم مزبوط، ويفضل يكونوا أغاني مسجلة بشكل استوديو على اليوتيوب. طيب، هذول الأغنيتين لازم يكونوا أيضا متقاربين بالسرعة أو العدد الموجود هون اللي هو البي بي ام. طيب، أنا مختار أغنيتين اللي هي سرعتها 109 والأغنية الثانية هي سرعتها 114. طب هذول الأغنيتين متقاربين بسرعة البي بي ام بس مو مزبوطين 100%. لحتى يكون الدمج صحيح لازم يكون هذول الأغنيتين بنفس السرعة بالضبط. طيب، أنا كيف بدمجهم؟ عفوا، كيف بخليهم يكونوا نفس السرعة بالضبط؟ عن طريق زر السينك أو زر المزامنة. نحن بنضغط ضغطة واحدة على هذا الزر بصيروا الأغنيتين بنفس السرعة. على سبيل المثال، أنا بدي أخلي السرعتين اللي هن يكونوا 109. بكل بساطة بجي على الديك بي وبضغط زر المزامنة أو زر السينك ضغطة واحدة، وبهيك بصيروا التراكين بنفس السرعة بالضبط. عملية الدمج لازم كمان نطلع على الموج الصوتي، ولازم نقراها بشكل صحيح لحتى نعرف كيف نزامن أو نعمل عملية البيت ماتشنج لهذول الأغنيتين ونمشيهم بطريقة صحيحة من دون ما يكسر الإيقاع ومن دون ما يصير في عنا لغط ومشكلة بالدمج. مثل ما أنتم ملاحظين، هاي الموجة اللي فوق والموجة اللي تحت الخطوط العريضة والرفيعة. طبعا الخطوط العريضة والرفيعة، أي خط من هاي الخطوط هو الكيك أو البيس، من هون بيبدأ الإيقاع. هاي الضربات من الخط العريض للخط العريض يسمى بار أو مازورة، وكل مازورة أو بار متألفة من 4 بيتات: بيت، 2، 3، 4. طبعا بالدروس القادمة رح نشرحها بشكل مبسط وبشكل موسيقي أكثر نظري، وبنرجع نطبقها بشكل عملي. هلأ المطلوب منكم بكل بساطة أنه تخلوا هذا الخط العريض على الخط العريض والخط الرفيع على الخط الرفيع لحتى يكون عندنا عملية بيت ماتشنج صحيحة، ويكون عندنا الإيقاعات ماشي بشكل سليم، وما يكون عندنا مشكلة بعملية الدمج. طيب، هلأ نحن رح نسمع الأغنيتين مع بعض بس مو ماشيين الخط على الخط، ونشوف الفرق بيناتهم وكيف عنا مشكلة بالسمع ويكون عنا الإيقاع كاسر عن الثاني. خلينا نخفض صوت الموسيقى شوي بهذا الشكل ونسمع. مثل ما أنتم سمعتوا معي، الصوت مو مريح، في خلط كثير بالإيقاعات، في صوت مزعج، في صوت مو مزبوط. هاي هون نحن مو عاملين عملية البيت ماتشنج ومو عاملين عملية المزامنة لحتى يكون الإيقاع ماشي مع الإيقاع، الكيك ماشي مع الكيك. طيب، هاي العملية كيف بتكون؟ مثل ما قلنا لكم لازم يكون الخط العريض ماشي مع الخط العريض بهذا الشكل. خلينا ناخذ مثال ونسمعهم مرة ثانية بس يكون البيت ماتشنج مزبوط. طبعا كيف بنضبطهم نحن؟ عن طريق زر المزامنة أيضا. خلينا نشغل الأغنية الأولى بصوت منخفض شوي بهذا الشكل. طيب، أنا بجي بضغط على زر البلاي من التراك الثاني، نضغط عملية المزامنة بصير يمشي الخط العريض مع الخط العريض بهذا الشكل. طيب، خلينا نرفع الصوت ونسمعهم مع بعض. بهذا الشكل نحن ضبطنا البيت ماتشنج وصاروا الأغنيتين يمشوا بنفس السرعة وبنفس الدقة وبنفس الإيقاع. هلق هاي عملية البيت ماتشنج
وعملية ضبط البي بي ام وسرعة الأغنية. طيب نحن كيف بندمج بطريقة سلسة وصحيحة بالأغاني؟ طبعا أنا هون مختار تركات اثنين فيهم إيقاع وعبارة عن أرضية أو كوردات بسيطة، لأنه في عنا مشكلة مع حقوق النشر على اليوتيوب. أما أنتو لما تتدربوا ولما تفتحوا البرنامج وتتعلموا وتشوفوا هذا الفيديو، لازم يكون عندكم أغاني عربية، أغاني أجنبية، الأغاني اللي أنتو حابين تدمجوها مع بعض. لوحة الأوكلايزر اللي هي شرحناها نحن طبعا بالدرس الأول أو بالحلقة الأولى، اللي هي الميكسر، واللي فيه لوحة الأوكلايزر اللي هو عبارة عن التربل والميدل والبيس. نحن رح نستخدم البيس اليوم بعملية الدمج. طيب بكل بساطة نحن بنخفض البيس من الأغنية اللي نريد ننتقل عليها. الكروس فيدر لما يصير بالوسط نرفع هاي الأغنية شوية من البيس ومنخفض هاي شوية، ننتقل بعدين نرفعها للأخير، نخفض هاي للأخير ومنتقل بشكل سلس للآخر. بهاي العملية بنكون دمجنا بطريقة صحيحة وسلسة وبسيطة جدا. خلينا ناخذ مثال عملي ونبدأ. بهاي العملية نحن بنكون دمجنا الأغنيتين بشكل سلس وصحيح وبشكل كامل متكامل. طبعا راح تلاحظوا الفرق كثير كبير لما تشتغلوا على الأغاني العربية أو الأغاني اللي حابين تدمجوها، بس الخطوات بتظل نفسها. وأهم ملاحظة، لازم بعملية الدمج ما ندمج الكلام على الكلام أو اللحن على اللحن. يعني على سبيل المثال بالأغنية اللي على الديك الأي والأغنية اللي على الديك بي، ما يكون مثلا الكلام ماشي على الأغنية بالديك بي ونجي ندمج الكلام على الديك اي. لازم يكون أنا مثلا كلام على الديك اي ولحن على الديك بي وندمجهم مع بعض، أو بالعكس لحن على الديك اي وندمجه مع الكلام على الديك بي. بهيك بنكون أنهينا عملية الدمج بشكل بسيط وسلس وصحيح. طبعا بالدروس القادمة وبالحلقات القادمة راح يكون عنا عملية دمج مختلفة تماما. عنا كثير من الطرق للدمج. طبعا الطريقة الأساسية اللي هلق عم ناخذها أو عم نشرحها هي هاي الطريقة اللي ما بنستغني عنها أبدا، وبصير في عنا حركات تزيين، وبالإضافة بصير في عنا حركات احترافية أكثر. طبعا هاي الأمور نحن رح ناخذها بالدروس القادمة. أنا بالسلسلة هاي عم حاول استخدم فكرة ستيب باي ستيب أو خطوة بخطوة. نحن نتعلم الخطوات وحدة ورا الثانية، ما بدنا نعجق المعلومات كلها مع بعض، ما بدنا يصير في عنا كمية معلومات كثير كبيرة. بدنا يكون الشرح يكون بسيط سلس وسهل بنفس الوقت، منشان الأشخاص اللي أول مرة حابة تتعلم هذا البرنامج واللي أول مرة بتفتح هذا البرنامج تشوف كمية معلومات خفيفة، بنفس الوقت قادرة أنها تشتغل على هاي الحركات وهي التفاصيل بشكل سلس وأسرع. طبعا بالحلقات القادمة في عنا كثير من الأمور اللي لازم نتعلمها، اللي لازم نحن نشتغل عليها. بس إذا اشتغلنا مثل ما أنا ماشي خطوة بخطوة راح يكون الأمر كتير سهل، وبنفس الوقت راح نوصل لاحترافية كتير عالية من الأشخاص اللي راح تحضر هاي الفيديوهات وتطبقها بشكل سلس وسريع. أنا بعتذر عن موضوع التأخير بنشر الفيديوهات، بس ظروف العمل وقلة ساعات التصوير الصراحة عم تخليني بضيقة من وقتي، وعم ياخذ معي الفيديو أكثر من يوم لحتى أنهي تصوير ومونتاج ورفعه على اليوتيوب. بدي اتشكر كل الاشخاص الموجودين معنا على هاي القناة، الاشخاص اللي اشتركوا جديد يا اهلا وسهلا فيكم، الاشخاص اللي عم بيقوم باعجاب للفيديو، اللي عم بيقوم مشاركة للفيديو. بدي منكم دعمكم للقناة كونه بعدها جديدة، للسلسلة كونه هي بتفيد الجميع، وهي اول قناة عربية بتشرح هذا البرنامج بهي الطريقة وبهي السلاسة. شكرا لوجودكم جميعا، وشكرا للاشخاص اللي انضموا جديد، وشكرا للاشخاص اللي راح ينضموا هلا او راح ينضموا بالمستقبل. بتمنى منكم تدعموني بالضغط على اللايك وتضغطوا على زر الجرس وتفعلوه لحتى يوصلكم كل جديد. شكرا لوجودكم معنا، ونشوفكم بالحلقات القادمة.